شياكتها الكل بيحلف فيها ومفيش حاجة مش ماركة عالمية، ولو سابت حد بيختار ليها اللبس يبقى المجوهرات لازم تكون من اختيارها، وزي ما هي مش بتخاف تلبس قطع كبيرة ولازم يبقى ذوقها فيها، كمان الساعات اللي عندها من القطع المهمة جدا والأساسية واللي لازم تبقى على ذوقها وماركة وتمنها فيها أوي. ياسمين صبري من الفنانات اللي بتهتم جدا بكل حاجة بتلبسها وتظهر بيها. يا ترى بقى اهتمامها ده ليه، وايه حكاية الساعات اللي بتوصل أسعارها الملايين اللي بتلبسها، وهل فعلا حد من المشاهير بيقلدها وبيلبس زيها ولا لا؟ كل ده واكتر هتعرفوه، بس كملوا معانا الفيديو للاخر. ياسمين صبري مش بتحب اي حاجة في الدنيا قد المجوهرات، وبتشوف ان هي دي الحاجة اللي بتبسطها، ولازم هي اللي تختارها على كل لبسها، او على الاقل لو في حاجة بتلبسها فيها اختيار قطعة او اتنين من ذوقها. من الحاجات بقى اللي هي بتهتم بيها هي الساعات، واللي بتظهر بيها في كل المناسبات. ومن الساعات دي اللي ظهرت بيها في مسلسل فرصة تانية، وكانت ماركتها رولكس، ودي تمنها 14,500 دولار، يعني بالمصري الساعة دي عاملة ليها حوالي 800,000 جنيه مصري. أما بقى الساعة اللي لبستها في فرح على رجل أعمال أحمد أبو هشيمة، فدي كانت حكايتها تانية خالص، عشان الساعة دي كانت ماركة فرانك مولر. أما سعرها بقى فوصل 77,000 دولار، يعني بالمصري حوالي 4 مليون جنيه. بس ياسمين صبري مش بتعتمد على نوع ساعة واحد ولا ستايل معين، بس الأهم إن الساعة دي تبقى ماركة وغالية. ده طبعا ظهرت لما عملت دعاية لماركتين، وكانت وقتها لابسة ساعة تمنها يوصل حوالي 6 مليون جنيه مصري. وأوقات طبعا بتنزل بأسعار الساعات، وده خلاها تحضر جلسة تصوير بساعة تمنها 600,000 جنيه بس. ده غير الساعة المفاجأة اللي في دولاب ياسمين صبري، واللي أول ما تشوفها عينيك تزغلل عليها، ودي بقى لونها أزرق وفيها ياقوت وألماظ، وشكلها يخض أي حد يشوفها، وطبعا سعرها عدى المليون جنيه بكتير. ده غير الساعة اللي ظهرت بيها في مناسبة عالمية، ودي كانت من الدهب الورد. ومش بس كده، لا دي كمان فيها 56 قطعة ألماظ، ودي بقى سعرها كان 4 مليون جنيه بس. دي بقى غير ان في دولابها ساعة جلد لونه اخضر، ودي طبعا ماركتها عالمية تمنها وصل ل1.5 مليون مصري. اما بقى الساعة البيضة اللي عندها، واللي اول ما ظهرت بيها قلبت الدنيا، والناس كانت عايزة تعرف هي نوعها ايه، طلعت من الدهب وفيها حوالي 40 قطعة ألماظ، ودي كان سعرها عدى 3 مليون جنيه من وقت ما اشتريتها. دولاب ساعات ياسمين صبري ملفت لأي حد، بس في واحدة من الفنانات بقت تعتمد ان هي تظهر بنفس ستايل ياسمين صبري، بس لسه موصلتش لماركات عالمية واسعار ساعات ياسمين صبري، وهي كارولين عزمي. وان كانت جابتها في الفستان فلسه فاضل عليها شوية في الساعات. انتوا بقى ايه اكتر ساعة لفتت انتباهكم من ساعات ياسمين صبري؟